هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أفضل الكي درامات اللي نزلت شهر واحد من سنة 2025. طبعا كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة، فبالتالي هيبقى فيه أكيد مسلسلات جديدة نزلت. والفترة دي تحديدا كان فيه مسلسلات كتير قوي المفروض تنزل في 2024 ولكن اتأجلت ل 2025. وهنعرف في فيديو النهاردة ايه هي المسلسلات اللي نزلت واللي اوريدي بتتعرض واللي لسه هتتعرض في شهر واحد. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة بتشوفوني، وتكتبوا لي كومنت تحت تشجعوني بيه. اول مسلسل معانا اسمه ذا كوين هو كراونز، الملكة التي تتوج. المسلسل ده من 13 حلقة، المفروض ان هو نزل يوم 6 خلال الشهر ده. المسلسل نوعه تاريخي ودرامي وكمان سياسي. المسلسل بيتكلم خلال حقبة جوسن أو خلال عهد جوسن. بيصور لنا حياة لملكة كانت بتأمل أو إن هي كانت بتطمح إن هي تعيش حياة جديدة أو تطور من الحياة اللي هم كانوا عايشينها وقتها. الملكة دي كانت طموحة جدا لدرجة إن هي كانت بتصنع ملوك حرفيا. خلت زوجها يكون أحد الملوك في العصر ده، وكمان كانت مؤسسة للسلطة الملكية في وقتها. ففي خلال المسلسل ده هنعرف هي هتعمل كده ازاي وهتقدر توصل لطموحها اللي هي عايزة تحققها، ولا في عقبات هتقابلها ولا لا. طبعا انا مش من هواة المسلسلات التاريخية، ولكن هو مسلسل يستحق المتابعة بصراحة. ابطال الكي دراما دي هم تشا جو يونغ ولي هيون ووك. المسلسل اللي بعد كده اسمه لاف سكوت او اكتشاف الحب. المسلسل من 12 حلقة ونزل يوم 3 الشهر ده. نوع المسلسل هو رومانسي ودرامي، بيشاركنا قصص من الحياة الواقعية اللي احنا عايشينها. قصة المسلسل بتتكلم عن بنت أو سيدة هتكون ناجحة جدا في شغلها، وهي بدورها مديرة تنفيذية لإحدى الشركات الكبرى. وفي المجال ده هي بتمر بمشاكل وصراعات، وبرغم إنها شاطرة جدا في المجال بتاع شغلها ولكن هي بتفتقر لحاجات كتير قوي في حياتها الشخصية. وفي ظل كل ده هتعين سكرتير خاص ليها، والسكرتير ده هو بطل الكي دراما، وهيكون هو السبب في إن هو يغير حياتها ويساعدها الحياة الشخصية بتاعتها. بطولة المسلسل من هان جي مين، لي جون هيوك. المسلسل اللي بعد كده اسمه موتل كاليفورنيا أو فندق كاليفورنيا. المسلسل من 12 ل 15 حلقة، المفروض ان هو نزل يوم 10 يناير. نوع المسلسل ده درامي ورومانسي. المسلسل بيحكي عن بنت عاشت طول حياتها في فندق في كاليفورنيا، والفندق ده كان بيديره باباها، وموقع الفندق ده في مدينة ريفية، ومامتها كانت بتشتغل في مكان غامض. فبسبب الغموض بتاع والدتها خلاها تبقى محط أنظار لكل الناس اللي عايشين معاها في نفس القرية. فهي بسبب الكلام والنميمة والإساءة اللي كانت بتتعرضها في الفترة دي كانت بتمر بفترة صعبة قوي. وفي ظل الفترة دي هتقابل البطل معانا، وهو بدوره هيكون صاحبها وحبها الأول. فالبطلة لما وصلت 20 سنة قررت ان هي تسيب المنطقة الريفية اللي كان فيها الفندق وتنتقل وتعيش في المدينة او العاصمة في سيول، وقررت ان هي تشتغل كمصممة. وبعد 12 سنة هتقرر ان هي ترجع تاني للمنطقة الريفية اللي فيها الفندق بتاع والدها، وهنا هتقابل من تاني حبها الاول، ووقتها هيكون هو بيشتغل كطبيب بيطري. بصوا الكي دراما حاساها لذيذة وخفيفة، فأنا هتابعها أكيد. من بطولة لي سي يونغ، نا إنوو. المسلسل اللي بعد كده اسمه ستادي جروب، من 10 حلقات وهينزل يوم 23 يناير. نوع المسلسل ده هو أكشن ودراما وإثارة وغموض وشبابي وكمان كوميدي. المسلسل بيتكلم عن المراهقين والشباب تحديدا. بيحكي عن إن طالب ماهر قوي في القتال أو فنون الدفاع عن النفس، بس هو ضعيف جدا في الدراسة. وعشان يغير الفكرة دي عنده فقرر ان هو ينشئ جروب او مجموعة. المجموعة دي هتبقى بتضم أسوأ الطلاب اللي معاه في المدرسة عشان يذاكروا مع بعض ويوصلوا لامتحان القبول بتاع الجامعات وياخدوا فيه درجة حلوة. وبرغم كل المحاولات اللي هو هيعملها دي، ولكن برضه مش هيحقق اي هدف او اي نجاح، ودرجاته فضلت زي ما هي. بس في لحظة ما الجروب بتاعه هيتعرض للتنمر الشديد، وهيضطر ان هو يرجع من تاني يستخدم الفنون اللي هو اتعلمها او طريقته في الدفاع عن النفس عشان يحمي باقي الجروب بتاعه.
ابطال الكي دراما هوانج مين هيون، هان جي يون. المسلسل اللي بعد كده اسمه ان ماسكت او مكشوف، من 12 حلقة وهينزل يوم 15 يناير. نوع المسلسل إثارة وغموض وكوميدي. المسلسل بيحكي في إطار درامي وكوميدي عن مجموعة من الصحفيين، والصحفيين دول بدورهم فضوليين طبعا، فهيحققوا في قواضي كتير جدا غامضة ما خلصتش لحد دلوقتي، وهيبدأوا يكشفوا حقائق كتير قوي تخص برنامج تلفزيوني قديم اتقفل أو ما بقاش بيتذاع تاني. المسلسل من بطولة جانج هي جين، جو جونج هيوك. اخر مسلسل معانا هو مسلسل انا متابعاه حاليا وبتفرج عليه، وبجد يا جماعه انا كنت مستنياه من زمان قوي قوي قوي، واوريدي اتكلمت عنه عندي على الانستا. اسمه Ask the Stars او When the Stars Gossip. المسلسل نزل يوم 4 يناير، بينزل كل سبت وحد. بيتكلم عن رائدة فضاء هتقابل طبيب نساء، والمفروض ان هو كان مسافر لمحطة فضاء معينة كتجربة ممتعة، يعني اول مرة يعملها. والمفروض ان الشخص ده من عيلة غنية. طبعا احنا عارفين ان كل مسلسلات ليه من هو بيطلع فيها بدور البطل الغني، ودي حاجة اصلا هي لايقة عليه. المسلسل انا مش عايزة احرقه لكم ابدا، لان هو اصلا كل القصة، يعني انتوا لو جيتوا فكرتوا هتلاقوا ان كل القصة بتتمركز في الفضاء بقى وجوه مثلا مركبة فضائية او كده. احب اقول لكم ان لا خالص، المسلسل فيه احداث كتير حلوة، هو رومانسي اصلا وكوميدي يعني، فالاحداث كتير قوي ومش بس بتقتصر على النقطة دي. من بطولة لي من هو وجونج هيو جين. بجد اكتر المسلسلات اللي لازم انصحكم ان انتوا تشوفوها هو لاف سكوت، اكتشاف الحب، ومسلسل اسك ذا ستارز اللي هو بتاع لي من هو، وكمان مسلسل ستادي جروب، لانه انا حاسه ان هو مسلسل مدرسي، وانا اصلا اي حاجه فيها مدرسه او جامعه بحب اتفرج عليها قوي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تكونوا حتى بداتوا تابعتوا اي حاجه من المسلسلات دي. ولو كنتوا فعلا بداتوا اصلا قبل ما تشوفوا الفيديو بتاعي تكونوا تابعتوا حاجه من المسلسلات دي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وكمان اكتبوا لي ايه اكتر قصه متحمسين ان انتوا تتابعوها. وكمان ما تنسوش تتابعوني على التيك توك وعلى الانستجرام بتاعي، وكمان لو مش مشتركين في القناة برضو تشتركوا لو اول مرة بتشوفوني طبعا. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.